أهلا بيكم. النهاردة معانا مجموعة مصادر جديدة، تقارير إخبارية لسه طازة عن اللي بيحصل في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. في حركة سريعة قوي هناك، عايزين نفهم بقى إيه اللي بيحصل بالظبط، مش بس الشغل نفسه، لأ كمان دلالاته إيه، خصوصا والمغرب داخل على استضافة بطولات كروية يعني كبيرة جدا. التقارير بتتكلم عن سرعة شغل مش عادية بصراحة، وأول حاجة يعني تلفت النظر فورا في الصور والتقارير دي هي سرعة تركيب العشب الطبيعي للأرضية. مساحات كبيرة قوي اتغطت فعلا. ده يخلي الواحد يسأل، السرعة دي يعني شكلية بس ولا إيه؟ لا طبعا أكيد لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. السرعة دي بالذات في تركيب العشب دي مهمة جدا. الملعب ده يعني لازم يكون جاهز لكأس أفريقيا 2025 وبعدها على طول كأس العالم 2030. فتجهيز الأرضية بالسرعة دي مؤشر مهم قوي على الالتزام بالمواعيد اللي بتطلبها مثلا الكاف والفيفا. أي تأخير هنا ممكن يعمل مشكلة. مفهوم. يعني مش مجرد منظر وخلاص، لا ده مرتبط بمعايير وجداول زمنية دولية. طيب تمام، إيه تاني بيحصل مع موضوع الأرضية ده؟ يعني الشغل كله عشب وبس؟ لا لا، التقارير بتشرح حاجات تانية مهمة جدا في إعادة التأهيل الشاملة دي. يمكن أبرزها تركيب سقف جديد للملعب كله. وهنا بقى النقطة مش بس إن في سقف وخلاص، لا، الفكرة في تصميمه. تصميمه؟ إزاي يعني؟ هو السقف العادي ده بيعمل إيه غير إنه يحمي من الشمس والمطر؟ ما هو ده جزء طبعا عشان الجمهور وكده، لكن التصميم اللي بيتنفذ حسب التقارير واخد في اعتباره إنه يسمح بمرور كمية ضوء معينة. كمية الضوء دي ضرورية عشان العشب الطبيعي اللي بيتركب حالياً ده ينمو كويس ويفضل صحي. يعني دي معادلة هندسية دقيقة بصراحة. فهمت. هدفين في وقت واحد، راحة الجمهور وفي نفس الوقت متطلبات أرضية الملعب الفنية. دي فعلا نقطة تبين قد إيه في تفكير في التفاصيل، تكامل غريب بين احتياجات الناس واحتياجات الملعب نفسه. طب وباقي التحديثات ماشية بنفس المنطق ده؟ بالظبط كده. التقارير بتتكلم كمان عن تحديث كامل لنظام المراقبة بالكاميرات جوه الملعب وحواليه. وده مش بس عشان الأمان العادي، لأ، ده عشان يوافقوا المعايير الصارمة قوي المطلوبة في البطولات الكبيرة دي. وفي كمان يعني مشروع كبير تاني، جراج جديد للعربيات. جراج؟ جراج متعدد الطوابق في الناحية الجنوبية للملعب. وده أكيد بقى عشان الأعداد الكبيرة اللي بتوقع تيجي في الماتشات الكبيرة دي، ويحل أزمة الركنة، مش كده؟ تماما. هي الفكرة كلها زي ما التقارير بتوضح إنها مش عملية ترقيع بسيطة، لأ، دي عملية رفع كفاءة شاملة للبنية التحتية للملعب كله عشان توصل للمعايير العالمية المطلوبة لاستضافة كأس وكأس عالم. التكامل واضح بين كل حاجة: أرضية، سقف، أمان، خدمات للجمهور. طيب نرجع لنقطة السرعة دي تاني. التقارير بتقول حاجة عن الجدول الزمني، يعني هيخلصوا إمتى الشغل ده كله، خصوصا مع حجم الشغل والتكامل اللي وصفتيه ده. النقطة دي من أكتر الحاجات اللي التقارير مركزة عليها. التقديرات اللي في المصادر دي بتقول إن المستهدف هو إنهم يخلصوا كل ده في حوالي 3 شهور من دلوقتي. 3 شهور لكل ده؟ تركيب عشب بمواصفات خاصة وسقف بالتصميم المعقد ده وكاميرات وجراج جديد، ده يبان يعني جدول مضغوط جدا جدا. المصادر بتقول حاجة عن أي تحديات ممكن تحصل بسبب السرعة دي؟ المصادر بصراحة بتنقل جو من التفاؤل والثقة إنهم هيقدروا يخلصوا في الميعاد ده. بيقولوا إن وتيرة الشغل مكثفة جدا وشغالة تقريبا ليل نهار. بس طبعا يعني أي مشروع بالحجم والسرعة دي أكيد فيه تحديات لوجستية وفنية كبيرة. الضغط عالي جدا عشان يحققوا الجودة المطلوبة في الوقت ده. أصل التأخير مش اختيار خالص مع قرب البطولات. مفهوم مفهوم. يبقى الملخص كده إننا بنتكلم عن عملية تطوير شاملة بتكنولوجيا حديثة ماشية بسرعة الصاروخ، والهدف تجهيز الملعب لمعايير كأس العالم. بالظبط. وده بيودينا للسؤال الأكبر بقى اللي التقارير دي بتطرحه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. اللي هو إيه؟ هل ممكن نعتبر اللي بيحصل في ملعب مولاي عبد الله ده نموذج مصغر، أو يعني مؤشر حقيقي لقدرة المغرب واستعداده على مستوى البلد كلها، البنية التحتية والتنظيم، إنه يستضيف حدث ضخم زي كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال؟ يعني هل السرعة والكفاءة اللي شايفينها هنا دي ممكن تتكرر على نطاق أوسع في باقي المشاريع المطلوبة للبطولة؟ ده فعلا سؤال مهم جدا، وبيفتح الباب إننا نتابع اللي جاي. هل التجربة دي هتنجح وتكون ملهمة لباقي الاستعدادات، ولا ممكن تظهر تحديات مفاجئة؟ دي نقطة محتاجة تفكير ومتابعة.